يأبى علي ديني ويأبى علي خلقي أن أرى دماء المصريين تسفك وأنا قابع أمام التلفاز أشاهد، بل نزلت ورب الكعبة ما نزلت إلا من أجل الدماء. صادق. أي عقل يقول أنني نازل لأحشد الناس لتقتل؟ أي عقل يقول هذا؟ بل والله ما نزلت إلا من أجل الدماء، وما سعيت للإصلاح بين الطرفين إلا من أجل الدماء، فقضيتي هي الدماء، وإلا فالكرسي لعنة الله على كرسي تسفك من أجله الدماء، يضيع من أجله الدين، تضيع من أجله دعوة. ما قيمة الدنيا كلها؟ يقول ربنا جل جلاله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أنا لا أعلم في القرآن الكريم كله وعيدا كهذا الوعيد. هذه آية غليظة. ائتني بالقرآن كله واقرأه علي واستخرج لي وعيدا كهذا. اقرأ وعيد الشرك واقرأ وعيد القتل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا نعد فجزاؤه. وأنا أشهد الله الآن. نعم. وأنا أشهد الله الآن أنني لا أفرق أبدا بين دم مصري ومصري، بين دم ابن من أبنائنا من أبناء الشعب